اتخانقت كام مرة عند دكتور السنان؟ لو انت من الناس اللي في العادي لما بتروح عند اي دكتور بتشبط في الريسبشنست، يبقى الفيديو ده ليك. والريسبشنست هو الموظف او الموظفة اللي موجودين في استقبالك علشان يدخلوك للدكتور. لما جات لي فكره البرنامج اللي احنا بنعمله دلوقتي ان انا ابدا اشوف ايه المشاكل اللي بتقابلك كعميل رايح يتلقى خدمه عند دكتور السنان، وبدات اعد عندنا مشكله الخوف، اداره الوقت، الفلوس الغاليه، مشاكل تانية كتيره. ظهر عندي مشكله شكوى من عميله بتقول لي البنت اللي قاعده في الريسبشن بره دايما مكشره، مش بتضحك في وشي يا دكتور. حاله تانية جات لي بتعتذر جدا عن الكلام اللي هي قالته وهي بتتكلم في التليفون، وظنا منها ان الكلام اللي وصل لها من السكرتاريه بيدل على ان انا زعلانه. انا والله ما زعلتش ولا حاجه. ده خلاني انتبه ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا، او يمكن حلقه مفقوده ما بين التعامل مع موظف الريسبشن ومع العميل اللي جاي لدكتور السنان، والدكتور يا عيني محشور في النص ما بينهم. وهكذا من كم المشكلات اللي انا بسمعها من زمايلنا من الدكاتره، ان البنت اللي قاعده على الريسبشن بره او اللي بتستقبل العملاء اللي جايين للدكتور بيبدا يحصل منها شويه مشاكل. وازاي نتعامل؟ يا ترى كل شويه هبدا اغير واحده او هبدا اجيب حد؟ طب اجيب راجل ولا اجيب بنت؟ طب الموضوع ده، هل الموضوع ده المفروض ياخد اكبر من حجمه ولا هو فعلا الموضوع كبير؟ هو ده اللي خلاني افكر انه لا، الموضوع فعلا ممكن يسبب مشكله حقيقيه للشخص اللي جاي عند دكتور سنان. ليه ممكن يسبب المشكله دي؟ خلونا نتفق على قاعده كده عريضه كلنا عارفينها. انا مش بقول حاجه جديده، كلام بديهي جدا، ان كلنا بشر، وكل البشر في أي مرحلة من المراحل اليومية اللي بتمر علينا في حياتنا العادية بنتعرض لضغوطات كبيرة جدا ممكن تأثر على مودك وعلى نفسيتك، لدرجة إن واحدة لو ممكن قلنا لها صباح الخير يا فندم تبدأ تتفتح في العياط. إيه ده؟ مالك بتعيطي ليه؟ ده أنا بس قلتلك صباح الخير. طب في حاجة مضايقاكي؟ ما أنت لو مهتم كنت عرفت لوحدك. وخلينا متفقين إن معظم الناس اللي بتعاني من سوء حالة نفسية أو تقلبات في الحالة النفسية هم الستات أكتر من الرجال. هل معنى كده إن الرجالة الحالة عندهم زي الفل؟ لا طبعا. خلينا ما نظلمهمش ونقول إن الرجالة بيمروا بأوقات يمكن أصعب بكتير من الستات. هم شايلين مسؤولية، فاتحين بيت، الأسعار بتغلى، لو عنده بنت وبيجوزها فالموضوع ممكن يبقى شاغل تفكيره بشكل كبير. ايه ده؟ يعني اللي عنده ولد مرتاح؟ لا، هو شاغل باله برضو الولد ده لسه ما لقاش شغلانه لحد دلوقتي، طب انا هجهزه، طب مشغوليات كتيره ممكن تبقى بتدور جوه ذهن الراجل احنا مش عارفين عنها حاجه. مش بس كده، ده كمان رايح للدكتور علشان هو عنده مشكله تانية مخلياه متوجع، فيبدا هنا يحصل الصدام. هي البنت ما دخلتنيش على طول ليه؟ دي كان معاها تليفون واول ما وصلت ما قفلتش التليفون علشان ترد عليا. انا دخلت ما لقيتش حد قاعد بره على الريسبشن، واول ما جت ما خدتش بالها اصلا ان في حاله جديده دخلت. كل دي حاجات ممكن تبدا تضيف على التوتر او الحاله النفسيه السيئه اللي حضرتك جاي بيها اصلا العياده من غير ما نشعر، ويبدا يحصل صدمات من حاجات بسيطه جدا، حاجات ممكن تعدي، حاجات ممكن اصلا الشخص ما ياخدش باله منها، لكن هي بتبقى حازه قوي في نفسيه الشخص اللي بيتعرض للموقف ده، لدرجه ان عميله ممكن تحس باهانه لمجرد ان الريسبشنست ما ضحكتش في وشها وهي بتاخد منها البيانات. هو الموضوع مش شخصي خالص، بالعكس، هي الريسبشنست دي او الموظف او الموظفه اللي قاعدين على الريسبشن هم كمان بشر. ما احنا لسه متفقين على القاعده دي من شويه، وكل بشر بيمر في حياته اليوميه بمشاكل ممكن ما يقدرش يتغلب عليها. فالبنت اللي قاعده بره دي ممكن تكون هي في العياده من الساعه 8 الصبح، فعبال ما حضرتك او حضرتك وصلتي ليها كانت بالفعل منهكه. والله دي مش مشكلتي، هي بتشتغل في المكان ده فلازم تبقى بتضحك 24 ساعه. صح وغلط، ما اقدرش اوافق قوي على الكلام ده، وفي نفس الوقت ما اقدرش اقول ان الكلام ده غلط، لان واحده من المهام اللي هي بتأديها ان هي تستقبل حضرتك بشكل لطيف، بحيث انه يقلل التوتر اللي حضرتك داخل بيه اصلا لعياده الاسنان اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في البدايه في اول 3 فيديوهات. لكن في نفس الوقت ما اقدرش اقول لها تعالي هنا انت كل المشاكل اللي انت مريتي بيها او التعب او الارهاق او الحر او البرد واجبري نفسك انك انت تضحكي طول الوقت، اصل احنا مش روبوتات. فطبيعي ان كل واحد فينا هيبدا يتاثر بالحاله المزاجيه اللي مر بيها خلال اليوم، وممكن كمان يتاثر بالحاله المزاجيه اللي الدكتور فيها، لان اوقات لما بيحصل مشكله مع عميل والموظف الموجود ويدخل العميل يشتكي للدكتور، الدكتور هيطلع
ينقل الشكوى دي للموظف بتاع الاستقبال، وبالتالي النقل ده مش هيبقى لطيف. وهنا الدكتور هيبدأ ياخد رد فعل تجاه الموظف ده. طب الموظف هيبقى مبسوط ويكمل بقية شغل كويس؟ طبعا لا. فأكيد في نفسيته ممكن تبقى حاجة مش هتطلع على العميل اللي بالفعل اشتكى، لكن ممكن تطلع على عملاء تانيين. طب احنا ذنبنا ايه؟ هو مفيش حد ليه ذنب في الموضوع ده، لكن الفكرة كلها في تعاملنا مع بعض كبشر. علشان كده يمكن الفيديو ده من الفيديوهات المعلومات اللي موجودة فيه أي حد يقدر يقولها لأي حد، بس خليني أفكركم بيها شوية. في آية في سورة الرحمن، الآية رقم 60 بتقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ربنا بيقول لنا إن البني آدم اللي هيتعامل بإحسان مع أي شخص مش هيكون ليه أي نتيجة ولا هيستقبل أي رد فعل غير الإحسان. فتعالوا كده نتخيل مثلا ان انا داخل، انا عارف ان انا محمل بالهموم او تعبان او حصل عندي مشاكل، ودخلت للبنت بتاعه الاستقبال بمليها اسمي او بقول لها ان انا حاجز في الوقت الفلاني وهي ما كانتش بتضحك. هنا هيبقى قدامك حل من 3. الحل الاول ان احنا ندخل نعرف نفسنا ونقول للريسبشنست ان انا عندي ميعاد عند الدكتور. الحل الثاني ان احنا ندخل ونسلم على الموظف او الموظفه اللي قاعدين على الريسبشن، وبعدين نبدا نعرف نفسنا بان احنا عندنا ميعاد عند الدكتور باسم كذا. الحل الثالث ان احنا ندخل ونسلم على الريسبشنست ونبتسم ابتسامه لطيفه، ومفيش مانع ان احنا نقول كلمه لطيفه مثلا ازيك، اخبارك ايه النهارده، وبعدين نبدا نعرف نفسنا ونقول ان احنا عندنا ميعاد عند الدكتور. ال3 حلول ممكن حضرتك تعملهم، ولو عملت اي واحد فيهم مش هيبقى عليك اي غلط ولا اي مسؤوليه. لكن خلينا كلنا متفقين ان الحل الثالث هو الحل الاقرب للاحسان، الحل اللي بيخليني اعمل الحاجه باحسن طريقه. نتخيل كده ان انا واحد داخل عليا وهو مبتسم وبيسالني اخبارك ايه، اكيد مش هصدر له الوش الجبسي، يعني اكيد انا كمان تلقائيا هبدا اتعامل معاه بطريقه الطف. ومن هنا نبدا نكسر الحاجز اللي بتكون نتيجته ان انا بمسك في خناق الريسبشنست. علشان كده فيديو النهارده هو ما يعتبرش فيديو مخصص للتعامل جوه عياده الاسنان، بالعكس الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي هو عباره عن كلام تقدر تطبقه في اي مجال من المجالات اللي انت بتتعامل فيها، اي مكان تقدر تروحه، حتى لو رايح تشتري اي حاجه من السوبر ماركت او من عند بتاع الخضار. الموضوع بيتلخص في ان انا كل ما هطلع او كل ما هبدا اتعامل باحسان اكتر، كل ما هيبقى المردود بتاعي احسان اكتر.